يسندني، انا مش لاقي حد معايا، انا ماليش اخوات، انا ماليش اصحاب، انا مش لاقي حد يقف جنبي. ربنا يقف جنبك. ربنا بيقول واتخذ الله ابراهيم خليلا، مش ابراهيم صاحب الله، ربنا اتخذ ابراهيم صاحب. لما انا اقول لك يا اخي انا عايز اصاحبك، او انا اخترتك تبقى صاحب ليا، لو ملك من الملوك قال لك انا عايزك تبقى صاحبي نتكلم مع بعض، تخيل اتخذ الله ابراهيم خليلا. هو ربنا. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا بكم حبايب قلبي في فيديو جديد، وحشتوني من الفيديو اللي قبله. يا رب تكونوا دايما تكونوا بخير. صباح السعاده وصباح الهنا وصباح كل حاجه حلوه لعيونكم. والروتين بتاع النهارده بص الفيديو، لو مش هتتشجعي ان شاء الله، يعني لو مش متشجعه تتشجعي باذن الله. هنعمل ايه مع بعض النهارده بقى في الكركبه اللي احنا فيها دي؟ يا حوسه يعني يما يا حستي انا يوم، بصوا انا خرجت وسبت الدنيا تضرب تقلب. وبصوا انا جالي فسحه، اقول لا فسحه على غفل. كنت عامله يومها مكرونه بشاميل، وقلت لها بصي والله العظيم خليكي على جنب انت ومواعينك ومطبخك وحالك ومحتالك كده، وتعالي يلا كده يا ولاد اما نخرج. خرجنا اتفسحنا بقى. المقطع اللي انتوا شايفينه في الاول ده اللي هو في الخضره وبره ده الخروجه كانت بتاعتنا، بس انا ما صورتش بصراحه يومها، وجيت متاخر وسبت الدنيا تضرب تقلب. وكنا يوم التلات، كان تاني يوم بقى الاربع. قلت لا بقى يعني هنتسوق واعمل روتين مع حبايبي كده. اي نعم يعني هو المطبخ مش احسن حاجه، بس انا قلت هعمل روتين معاكم كده واظبط الدنيا ان شاء الله، وكل حاجه معاكم هتبقى زي الفل. متفائله بكم خير، ربنا يا رب يخليكم اليوم، ما يحرمش منكم ابدا. اول مره تشوفوا بقى القناه بتاعتي ما تنسوش تعملي بقى الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد مني اول ما انزل فيديو اول باول. واللايك الجميل بالله عليكم لو عجبكم الفيديو، والكومنت عشان اشجع بيكم. طبعا اول حاجه كده عملتها، شلت بقى الحاجات اللي على الرخامه وطلعت بقى الحاجه كده بتاع السوق كلها زي ما انتم شايفين. طبعا انتوا عارفين يعني بالنسبه للارياف احنا عندنا السوق من الاسبوع للاسبوع، يعني من الاربع للاربع. احنا سوقنا يوم الاربع، فبنعتبر يعني يعني بنجيب اكتريه الحاجات. انا عن نفسي بجيب كل حاجه، ما بنزلش بقى لا في نص الاسبوع ولا في اوله ولا في اخره اجيب اي حاجه. بصراحه بجيب كل حاجتي في اليوم ده. منها الاسعار بتبقى حلوه، وطبعا يعني كل حاجه ما عادش حلوه يعني بالنسبه للاسعار، بس منها الاسعار بتبقى حلوه لان في نص الاسبوع بقى بتبقى الحاجه غاليه وكده. عشان ما نرغيش كتير ونشوف جبنا مع بعض النهارده. طبعا اول حاجه وريتها لكم كده الخيار والفلفل، كان الكيلو كان ب10 جنيه من كله، فلفل وشطه وخيار. جبت نص كيلو بصراحه كده مشكل، يعني هتقولوا له قليل اهو، هنمشي الدنيا وتبقى الدنيا زي الفل. جبت معانا برضو هنا نص كيلو من الكنافه ب12 جنيه ونص. وجبت معايا برضو نص وتمن كده من الخوخ ب10. وكيستين الطماطم اللي انتوا شايفينهم دول ب15 جنيه. هبدأ بقى افضي كده الحاجة واحدة واحدة. وطبعا بكرر زي ما انتوا شايفينه كده حشر معايا في كل حاجة. ادعوا لي يا اولاد يعني، او ادعوا لي يا حبايب قلب ربنا يهديه، لان بصراحة الفترة دي مطلع عيني جامد جامد. الواحد مش ملحق، وكل شوية عمال ينزل بره البيت وبلف عليه في الدنيا كلها. يعني انا كنت لسه بدور عليه دلوقتي، وكنت بعمل الفيديو وسبته ونزلت ادور عليه. والله مش اهمال، هو مسافة ما الباب بيتفتح بخرج على طول. يلا بس عشان ما نخرجش على الموضوع بتاعنا، المهم آه آه فضيت الطماطم كده زي ما انتم شايفين. ومعانا برضو هنا الموزه اهوت. حذروا فصدره كده من السواق بتاع التسوق بتاع النهارده دي بكام. لو قلت لي التوقعات بتاعكم صح في التعليقات هقول لكم هقول لكم صح ولا لا. واللي هيقول صح له جايزه عندي خوختين وموز ده انت بتهزري بقى. والله بصوا الاسعار كانت حلوه والحمد لله. يعني انا مشيت نفسي، وكنت عايزه اقول لكم انا جايبه سمك ولحمه وخضار وفاكهه وكل حاجه في اليوم ده. وكنت جايبه كمان حاجات للفطار. انتوا شايفين انا بفضل دلوقتي ده حلاوه اهي في علبه الحلاوه. انا ببقى اجيب كده حلاوه وجبنه ومخلل كده سايب من السوق. بصراحه اللي انا بجيب منه يعني حاجته حلوه وكده. وبنمشي الدنيا برضو، بتبقى اسعارها هاديه شويه عن السوبر ماركت او المحلات اللي موجوده بقى في البلد. والدنيا ماشيه زي الفل. يعني الحبه اللي انا فضيتهم من المخلل دول ب5 جنيه. ما عنديش مخلل خلاص الفتره ديت، يعني عاملاه في البيت. يعني هو لازم حاجه مقدسه كده على الاكل يعني. والله الرخر احنا رجلنا وجعانه وكل حاجه في جسمنا وجعانه من المخللات. ففضيت المخلل كده وفضيت الحلاوه وادي الجبنه كمان. يعني انا كنت جايبه حاجات للفطار وفاكهه وخضار وسمك ولحمه. والله لو توقعت انا جايبه الحاجات دي بكام هقول لكم صح ولا لا، واقول لكم توقعكم في محلها ولا لا. طبعا اللي انا بفضلها دي كمان كده بجيب كده دي نص كيلو عجوه. بتبقى عجوه كده بلح مهموك في بعضه كده. حلوه قوي برضو ومفيده. والعيال حبوها من كتر ما ابويا بياكلها قدامهم. يعني ابويا على طول بياكلها هناك، فمن كتر ما العيال بياخدوا منه وكده فحبوها. قلت لا انا هجيب لهم بقى في البيت. طبعا انا ملناش بركه لاولادنا، هم مطلعين انا بس هنعمل ايه الحمد لله.
ففضيت بقى الحاجه كده زي ما انتم شايفين. وجبت برضو كوسه كده عشان ابقى اعملها مع اللحمه. بتبقى حلوه برضو والدنيا زي الفل. جايبه لحمه ب100 جنيه. حذروا بقى جايبه قد ايه بالظبط. جايبه لحمه محدش قد النهارده، جايبه لحمه ب100 جنيه. فضيت بقى كل حاجه زي ما انتم شايفين. اول ما اجي بقى من السوق بفضي كل حاجه، لان الفاكهه بقى والخضار وكده لازم افضيه على طول، بحيث ان هو ما يفضلش على بعضه في الشنطه فيتبهدل مني وكده. يعني على ما باجي من السوق بتبقى الدنيا كلها هصة على بعضها. هنا بقى شلت كل المواعين اللي كانت مغسوله نضيفه، غسلت ايدي الاول شطفتها كويس، وبعد كده شلت بقى مواعيني. هظبط بقى المطبقيه بتاعه الحزينه الغلبانه ديت، يعني على ما نجيب واحده برضو. وامسك بقى المطبخ بتاعي دلوقتي هروق عليه ترويقه ما كانش يحلم به. اول حاجه كده ظبطت بقى كده المواعين وظبطت نفسي كده وهغسلها دلوقتي. طول ما انت بقى بتشتغلي كده يعني لسه كده يكون رطب بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. اذكروا الله كتير. ربنا يا رب كده يهدي لنا اولادنا جميعا اللهم امين. والف الف مبروك للشهاده الاعداديه اللي بانت. ربنا يا رب يفرح كل ام وولادها، وعقبال بقى اخواتنا كده وحبايبنا في السنه وان شاء الله. يعني هم هيمتحنوا تقريبا الاسبوع الجاي، فادعوا لهم كده ربنا يا رب يوفقهم ويفرح كل بيت يا رب، وما يعديش كده بيت كده الا لما يكون فيه الزغاريط والفرحه ملياه. ويدي لكل واحد ما يتمناه. يعني كل واحد كده حاطط في دماغه كلية او حاجة معينة ربنا ينولها له يا رب، ويكتب لكل واحد اللي في الصالح. والله العظيم ما فيش احسن من القناعة يا حبايب قلبي والرضا. القناعة كده والرضا كنز لا يفنى. فربنا يا رب يجعلنا كده دايما دايما كده راضيين بقضاء ربنا، سواء في السراء او الضراء. واي نعم الابتلاء بيبقى صعب لما يكون ضراء وكده، بس الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ما بيحطكش في الامتحان او في الاختبار الا اذا كنت قده. فنصبر كده يا حبايب قلبي. ربنا يا رب كده يصبرنا على ما ابتلينا كلنا. وكل واحد صدقوني والله العظيم عنده اللي بصوا مش علته بقى، عنده الحاجه اللي مضايقاه او الحاجه اللي غيظاه او كده. فما فيش بيت خالي والله العظيم. لو جيت تدوري او جيت تبصي مش هتلاقي بيت اي خالي من اي حاجه. فربنا يجعل دايما كده يعني الحاجه اللي مشغولين بيها او الحاجه اللي مضايقانا على قد طاقتنا. لان ربنا سبحانه وتعالى برضو يعني ايه اوقات بيبقى يختبرنا كده، فممكن يكون احنا بيبقى الامتحان او الاختبار ده بيبقى تقيل علينا. فيعني ايه ربنا يا رب يجعلنا كده دايما راضيين. اللهم امين كده يا رب. وفك عننا جميعا ويسترها معانا. اهم حاجه الستر برضو. ربنا يسترها معانا دنيا واخره، ويسترها على ولائنا كلهم. ونكمل بقى الفيديو بتاعنا الجميل ده. طبعا غسلت بقى المواعين كده زي ما انتم شايفين. زي ما بقول لكم كان عندي حفله مواعين. انا يعني قليل المطبخ بتاعي يبقى كده. يعني انا متعوده دايما افطر، يعني نفطر كده واغسل المواعين. بعد كده اجهز الغدا. طول ما انا بعمل في الغدا اغسل مواعين الغدا. يعني اجي اخلص بعد الغدا وناكل اغسل برضو الوعي تاني. يعني كل مره كده بتبقى المرحله اي نعم بيبقى فيها مواعين، بس كل مرحله بتبقى سهله احسن ما يبقوا مكركبين على بعض كده. كنت عايز اقول لكم المطبخ كله مليان مواعين طبعا. يعني لما نيجي نعمل مكرونه بيبقى مواعينها كتير، ولا اللي شرب شاي، لا مش عارفه حاجه ايه، لا طبق ايه. وعلى ما اكلنا كانت بصراحه الدنيا زنبليطه. فالفسحه جات لي ما قدرتش اقول لا، لان أنا اصلا كنفسيا وبدنيا الدنيا مش مظبطه معايا يعني. فلا كنت قلت لا نخرج نتهوى كده يعني. عزومه حد يقول لي العزومه لا. طب ربنا يجعلكم كده دايما يعني ايه معزومين يا حبايب قلبي، لان الدنيا مكلفه الوقت والدنيا بايظه خالص. انا بقى كنت خلصت المواعين بتاعتي. وطبعا دي احسن بقى لحظه في حياتي. ده احسن دي حاجه كده صندوق سعاده بالنسبه لي لما الواحد يخلص كده وشطب الحوض بقى بحب الرغاوي الكتير دي. احسش ان هو بيغسل معانا لما يكون في رغاوي كده ماليه الدنيا كده معانا كده. يلا الحمد لله شطب بقى كده الحوض بتاعه. وطبعا يعني بعد ما اخلص على طول ايدي فيه، لان لا بجيب ملمع بصراحه للحنفيات بتاعته، ولا بجيب حاجه تشيل الدهون، ولا لان الحمد لله ايدي على طول في المطبخ. فمش مستدعيه كل المنظفات دي بصراحه. يعني المنظفات المخترعه ده انا دايما اقول ملهاش لازمه اكتر من بتاع الارضيات معطر كده. انما بصراحه كل الحاجات الباقيه دي ملهاش لازمه. هنا بقى طبعا عشان عندي ولاد وكده فما اعرفش لازم اغسل الفاكهه. لان عيل يفتح التلاجة ياخد حاجه لازم تكون نضيفه ومغسوله. وطبعا يعني عشان برضو الحاجات دي بتبقى مرشوشه وكده، فالواحد لازم يبقى ضامن بقى نظافتها وكده. فبنقعها كده شويه بشويه ميه، وبعد كده بقى اقوم غسلاها كده زي ما انتم شايفين. الخوخ ده لازم اغسله بقى غسله محترمه كده، لان بيبقى عليه كده وبره. لا بغسله وبنضفه كويس اوي. هتشوفوا معايا برضو بالماء من غير اي حاجه. انا اوقات ببقى احط معلقه خل، واوقات ما بحطش بصراحه. لان ايه انا ببقى انضف الحاجه كويس لما تكون بقى مش مستدعيه. مستدعيه احط لها خل بقوم حاطه لها خل. فشايفين هو بقى يعني الواحد بيغسل الحاجه وبيمسك الخوخه خوخه او الثمره ثمره كده ويغسلها.
واحده واحده كده بتبقى زي العسل. ده انا كنت جايبه نص كيلو برقوق كده على مش بيبقى مستوي شويه، انا ببقى احبه بصراحه. وببقى احب الحاجه يعني مش المستويه البايظه قوي يعني، ولا الحاجه المستويه، بحس ان هي بتبقى مسكره وحلو. وهنا برضو التفاح ده انا كنت جايباه شروه على بعضه كده ب15 جنيه. اوعوا تقولوا لحد يا حبايب قلب، كنت جايباهم على بعض كده ب15 جنيه والله. يعني الست بقى كرماني ضحك عليا، المهم الدنيا زي الفل. كنت بقى غسلت خلاص المواعين بقى وغسلت الفاكهه وخلصت بصراحه. كنت بعد الدور يعني قربنا على الساعه 1:30. والله ما كنت فطرت لسه. كنت جايبه بقى طعميتين كده من عندي داد وقلت ما اعمل كوبايتين شاي. كان جوزي كان جه من الشغل برضو، قلت ما نعمل كده كوبايتين شاي كده، واعمل بقى ايه سندوتش. وعلى ما جيت افتح الطعميه كانت الحمد لله الورقه كلها كانت متظبطه. عملت بقى كوبايتين شاي كده وهعمل سندوتش على السريع. كنت جايبه زي ما انتم شايفين في اول الفيديو معايا ربط الجرجير وشويه فول وطعميه. ما بصراحه ما عملتش فطار، قالوا لي ايه يعني اسرعي كده في الغدا. وعملت كوبايه شاي وسندوتش كده. ده طبعا يعني ايه استسهلت اكتريه البنوات او اكتريه الستات، يعني سندوتش وكوبايه شاي على طول، يعني فيسا فيسا على السريع كده. يلا الحمد لله، والدنيا بتمشي وزي الفل وزي العسل، ومش هنقول لا. مش استسهال والله، يعني ايه بنبقى نمشي امورنا كده يعني. طبعا بيجي علينا ايام تبقى مقدس لازم نعمل فيها الفطار، يعني نظبط الدنيا. بس هو يعني سندوتش ومشي الحال. طبعا هنا كنت جايبه ده كيلو الا ربع من السمك، كنت جايباه ب40 جنيه ولا تقولوا لحد. لان كان صغنون شويه وما كان في شبرتين كبار. كانت لسه فاتحه اول البوكشه وكده. نقت لي شبرتين كبار وضحكت عليها في 3 4 صغير. مش مشكله، اهم حاجه يعني الراجل يكون مرضي وزي الفل، واحنا ناكل الصغير عادي. انا السمك صغير كبير انا بحبه، يعني ممكن اكون افضل كمان الصغير عن الكبير. يعني تقول لها تقليه ازاي؟ اقول لكم بقليه وما بنشفوش قوي، بيبقى حلو والله ومقرمش وجميل. والله في ناس بت بتقلي قد نص كف ايدك كده وبيبقى والله زي العسل وجميل حلو. مش لازم أن يكون كفاف كبير. الكفاف كبير ده ابو 80 جنيه وب 90 جنيه، مش لازم منه. انا عن نفسي والله العظيم الحاجات اللي بقلاها غاليه بعمل لها مقاطعه فوري فوري والله. هتقولي لي جايبه لحمه؟ اقول لكم انا جايبه لحمه في اليوم الأول. بقالنا كتير ما اكلتش العيال لحمه. فلحمه يا ماما، لحمه يا ماما. قلت لهم والله هبقى اجيب لكم ب 100 جنيه يا ولاد، مش هستخسر فيكم. حلو قوي 100 جنيه عليكم. هنا بقى نضفت السمك كده زي ما انتم شايفين اهوت. بمسكه كله بقى ايه اشيل الخياشيم كده والزعانيف بتاعته والقشر. وبعد كده بقى ايه اما اخلصه كله اقوم فاتحه بقى بطنه ومنضفاه كويس. يعني ايه بعمل مرحله مرحله كده. والله لو معايا 3 4 كيلو سمك، ادام بتنظمي نفسك كده وانت بتعمليه والله ما هتلاقيه خد معاكي اي وقت، وبيبقى زي العسل. وكانت غدوه وزي الفل. وكان عندي خرطه مكرونه باقيه، ما جبتش الا كيلو الا ربع بس سمك. امي كانت عامله كشري مصر ادت العيال طبق. وبصوا كان خلطبطها كده بالصلصه ما تعرفيش جايه منين. وكل واحد كل له حاجه والدنيا مشيت وزي الفل والحمد لله راضيين. اهم حاجه بنبات نايمين كده على المخده بالنا رايق ومعناش حاجه لحد ومزاجنا حلو الحمد لله. فربنا يا رب يجعلنا كده دايما زي ما قلت لكم والله راضيين راضيين دايما. عايزه اقول لكم بقى ان السمك الزقنون ده كان كله مبطرخ، يعني لو كانت شوي كان بقى حاجه تانية. بس ام بقى الله يشفيها يا رب، اللهم امين. ادعوا لها كده بالشفاء، لان بقى لها في كام فيديو لو انتم ملاحظين ما بتصورش معايا. تعبانه والله، واخده دور برد جامد ومأثر على عينيها وصدرها مقفول خالص وتعبانه. فيعني لو سمعتوني في الحته ديت اتمنى منكم كلكم انتوا تدعوا لها كده ربنا يشفيها ويعافيها اللهم امين. ويشفي جميع المسلمين عشان الدعوه تستجاب. طبعا بقى بنضف كده السمك لان بيبقى في السلسله كده عنقود كده كبير من الدم، لازم ننضفه كويس لان يدي السمك زفاره لو فضل. وشايفين بقى انا حاطه البطارخ على جنب اهوت عشان خاطر ايه دي طبعا معشوقه يعني لكل الجماهير. بغسلها كده في الاخر بقى على ايدي عشان ما تتهرش مني، لان بيبقى المطروخ ده لما بيكون مخرص كده بيبقى مش متحمل، بيبقى الاقل حاجه ممكن تفتفته معانا. هنا بقى غسلت السمك كده ونضفته وهشطب بقى الحوض بتاعه برضو تاني كده من الزفاره اهو. شايفين بقى كميه بطارخ محترمه. حطيتها على جنب بقى، احط شويه شويه ملح صغيرين وعصرة ليمون على السمك بتاعنا ده. بعد كده بقى جبت التوم معايا. وما تقوليش انت بتدق بايه، اقول لكم ديت الايد الصلايه بتاع حمات الله يرحمها، ربنا يا رب يرحمها ويرحم امواتنا جميعا. دي ألمونيوم صافي جميلة، يعني ما بتردش على الحاجة ولا حاجة نضيفة. انا عندي ايد الهون دي بس خشن، انما الايد دي تقيلة عشان تقيلة بقى وبتنزل كده على على الحاجة كده في ثانية بتلاقيها فرماها معاكي احسن من اي مفرمة.
فاكرين لو تفتكروا الهون بتاع زمان، يعني الناس ما كانتش بتدق اللحمه في مفرم الاول، كانوا كلهم بيدقوا في هون. من كتر ما بدقوا وتقوا الايد الهون دي كانت بتفتفت اللحمه وبتفتفت كل حاجه. فالايد دي تقيله، باجي اعمل بيها بصراحه التوم او ادق فيها اي دقه في ثانيه بتلاقيني دقاها وبتبقى جميله قوي. فانا محتفظه بقى بصراحه يعني ايه جميله وحلوه، ومن ضمنها من ريحتها. فجوزي يعني بحب اي حاجه ايه بتبقى من ريحه امه وكده، وبيحب يشوفها على طول. فطبعا يعني ايه اللي بيساعده وبيخلي مزاجه حلو دايما نبقى فاهمينه كده ونظبط دنيتنا عشان دنيتنا تنبش. هنا بقى هو دقيته اهوت كده زي ما انتم شايفين اهوت. حطيت بقى قرن كده من الفلفل الاحمر او قرن اخضر. بصراحه ما كانش عندي قدره محشي يعني ان انا احطها. والثوم، وحطيت بقى بهارات الجميله وشويه ملح، والدنيا زي الفل وزي العسل. هصفي بقى السمك بتاعنا وهتبله. بحب اسيبه شويه، بحب اسيبه يعني كده ساعه، بحيث ان هو يبقى ياخد من التتبيله بتاعه الثوم بقى كده والبهارات اللي انا حطاها، وبيخلي طعمه جميل وحلو قوي. يعني ايه ببقى يعني انضفه قبلها بشويه كده واسيبه مركون بالدقه بتاعته، بيبقى حلو. يعني لو في وقت بيبقى حلو وجميل، انما مفيش وقت بقى هنقلع على طول. لا بس انا كنت سبته شويه على ما كنت لفيت لفه بقى المطبخ كده ظبطته، وبرده يعني ما كنتش كملته معاكم. قلت اما اظبطه بحيث ان انا لما اخلص تبقى كل حاجه معايا زي الفل. نقيت بقى شويه من الرز كده، لان بصراحه بقى لنا فتره يعني ايه ما عندناش رز واللي بيجي كده على طول. فبقى حبه صغيره مش مستنيه، فبنقي كل ايه. يعني انا بعمل عامله مقدار للرز بصراحه برضه عشان مرميش كتير. بعمله بالكوبايه. انا يعني احنا اسره اهوت 5 افراد، بعمل لي كوبايتين 2. يعني ما بكملوش حاجه يعني، وبحس ان انا برضو اعمل ومفيش حاجه تترمى، والدنيا تبقى زي الفل معايا. وانا انام عنده طيور بس بستحرم والله العظيم ارمي حبايه رز واحده كده، يعني اكتر من اللي واقع واحنا بناكل كده ببقى احط ملايه. ما فيش اكتر من كده، ما برميش اصلا. يعني لو ببقى بسيبه احطه تاني يوم على وش الرز، يعني بحيث ان انا ايه برضو يعني ايه نبقى لمين ايدينا، وربنا يبارك لنا كده في حاجتنا يا رب اللهم امين. حطيت بقى الطاسه بتاع الزيت ديت ده انا عاملاها مخصوص للسمك بصراحه. فببقى اللي فيها كده السمك مغسول. وحطيت بقى الرز معانا هنا، عامل رز حبه وحبه كده يتحمر معانا. هديت عليه النار عشان ما ياخدش معايا لون بسرعه. وكنت هنا غاسله الرز. جبت بقى المصفى بتاعتي كده، هصفي بقى شويه رز كده زي ما انتم شايفين اهوت. واحطهم بقى حتى حبه زيت واحطهم فيها واحمره بقى على الهادي كده، بحيث ان هو ما ياخدش لون معايا بسرعه، ويبقى كله ايه لون واحد. طول بقى ما انا حاطه السمك على النار بصراحه بحب اقلبه كده، يعني كل شويه جهه جهه، بحيث ان هو ما يحمرش على طول ومنه ينشف. لما بتقلبيه على طول من هنا لهنا بشوكة بقى، يعني ايه عشان ما يتهدبش منك برضو ويبوظ منك. يعني بشوكة كده بالراحة وايه وعجها دي شوية عجها دي شوية، ياخد معاكي تحمصة حلوة ولون حلو ويبقى جميل معاكي ومقرمش. طبعا انا كنت حطيت بقى البطارخ كده في الاول، كنت بدرتها بالدقيق وحطيتها. معايا بقى الطبق ده ببقى حاطاه كده، احط عليه المعلقه والشوكه اللي انا ببقى بعمل فيها عشان برضو ما بهدلش البوتاجاز معايا. والمعلقه للرز والشوكه للسمك، والدنيا زي الفل. طول ما انت بقولك منظمه كل حاجه معاكي هتبقى زي الفل. ما عنديش ورقه مطبخ او مناديل مطبخ، الجيش قالك اتصرف ما اتصرفش. قمت جايبه رغيف عيش وشرب معايا الزيت وكان زي العسل والدنيا مشيت زي الفل. شايفين بقى عشان بتقلبي كل شويه على طول كده، والبول السمك بياخد معاكي لون دهب وجميل وبيبقى زي العسل. بصراحه بيبقى جميل 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 يعني. هنا بقى قليت كل السمك معايا اهوت، والدنيا تمام وزي الفل. والرز بتاعي سبته بقى يتردد. وشايفين عشان بقول لكم انا بغسل بقى المواعين اول باول، بتبقى كل حاجه زي الفل، مفيش طبقين اهوت والدنيا تمام. هنتغدى برضو وهناكل واغسل الوعيتين على طول، او المواعين على طول، احنا بنقول وعيتين يعني. المواعين على طول والدنيا تمام وزي الفل وزي العسل. وبصوا مفيش ابسط من كده اهو. الواحد مبسط لكم كل حاجه. بحب اطلع لكم كده بكل طاقه ايجابيه وبكل حماس. حتى يعني الواحد حتى لو عنده اي حاجه مضايقاه او في حاجه مزعلاه او كده، والله العظيم يعني بحب اقصر لكم يعني اوصل لكم على طول الطاقه السلبيه والسعاده وكل حاجه لعيونكم يا حبايب قلبي. انا بقى كنت عملت طبق سلطه وحطيت المخلل، وده السمك بتاعنا اهوت، ورز حبه وحبه جميل. هنروح بقى نتغدى ونظبط دنيتنا كده ونظبط مطبخنا، والدنيا تمام وزي العسل. يا رب كده دايما نكون عند حسن ظنكم. بقى اتغدينا وغسلت المواعين وغسلت بوتاجاز ومسحت وروقت والرخامه والدنيا زي العسل. يا رب كده دايما نكون عند حسن ظنكم، واستنوني بقى في فيديوهات جايه كتير، وما تحرمش منكم ابدا. مع الف سلامه.